السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير واموركم هانيه. هذا النهار عملت لكم السردين معمر بالرز، طريقه زوينه وشكل راقي. كنتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها. نخليكم مع الطريقه. اول شيء تنبدا به هو التوجد ديال الرز. دونك غادي نسلق الرز. عملت كاس ديال الرز معاه 2 كيسان ديال الماء. دائما تنديروا الرز القياس ديالو 2 نوبات الماء باش كيجي هو هذاك. معاه مليحه، معلقه كبيره ديال الزيت بلديه، وكنديروا يطيب. فاش طاب الرز غادي نديرو فواحد الجبابنه وغنزيد عليه باقي المقادير. عندي القزبور، الزيتون الخضر مقطع، وفلفله بالالوان اللي قطعتها صغيره. دونك كنزيد عليه هادشي كله. وفي التوابل كنزيد التحميره، الكمون، شويش ديال الثومه، الملحه والحامض مصير والعصير ديال الحامض، غير شي شويه ماشي بزاف، غير لان الحامض تيلذذ لي هاد الحشوه هادي، مع معلقه كبيره ديال الزيت بلديه. هاد الشيء كله كنخلطو في بعضو حتى كينسجم مزيان. في المونتاج غادي نستعمل لي دوم، نقدروا نستعملوا حتى لي مول د المافن، فكل شيء كيجي زوين. السردين عندي هنا غسلته ورقدته في الحامض والملحه والسودانيه اكثر من 2 ساعات د المكانه. ودابا تنغلف به المول. دونك تنغلف المول كامل بهاد لي طرونش ديال السردين، والبلاصه الخويه اللي كتبقى عندي الوسط تنعمر بها لافاكس اللي وجدت ديال الرز. من بعد تنقفل السردين، يعني كاع دوك الاطراف اللي بقاو على برا تنغطي بهم لافاكس، وكنقبطها بان كوردون باش تبقى مثبته وما تفتحليش في الطياب. سي بون. تنعمل لو مول على واحد اللاطه اللي كتدخل في الران، وكندخلهم يطيبوا على درجه حراره متوسطه. فاش كيطيبوا كنزول لي كوردون وكنستفهم على طبق التقديم. انا فرشته بالخس وكنزلهم تيجيو راقيين في المنظر وزوينين ولذاذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، فراه كتجي لذيذه وزوينه وكذلك صحيه. الى عجبتكم الوصفه اليوم فديروا جيم للفيديو واشتركوا معايا على القناه ديالي. شكرا على المتابعه، ونخليكم مع صور ديال الوصفه.